كمنصة حضارية ثقافية تجمع قادة الفكر والعلم من مختلف أنحاء القارة لمناقشة قضايا مصيرية تمس حاضرنا ومستقبلنا، وتمكن القادة الديني في إفريقيا من أدوات الحوار والتواصل الإيجابي مما يعزز قدرتهم على قيادة مبادرات المصالحة. تتناول هذه الجلسة 5 محاور أساسية يقدمها نخبة من العلماء والمفكرين المتميزين الذين سيسلطون الضوء على أبعاد متعددة من موضوع التربية على قيم الحوار. البحث الأول أو المداخلة الأولى بعنوان المعاني الروحية لثقافة الحوار وسبل ترسيخها في النفوس، يقدم هذه المحاضرة الشيخ مولاي عبد الله الطاهري من الجزائر، حيث سيستعرض الأبعاد الروحية التي تعزز التسامح والاحترام وأهمية هذه القيم في بناء نفوس متصالحة ومجتمعات متماسكة. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نيابة عن شيخنا الخليفة العام وشيخ مشايخ المدارس الطاهرية في الجزائر وخارجها، خالنا الأجل وشيخنا الأعز من تفتقت قلوبنا على يديه معرفة وحكمة وعلما، سيدي مولاي عبد الله الطاهري الإدريسي الحسني السباعي، أتكلم نيابة عنه وقد خط يراعه ودبج بنانه هذه الكلمات النيرة التي أنثرها بين أيديكم، وإن كان الوقت لا يتسع لنثرها كاملة، ولكنني سأحاول قدر الإمكان أن أتجوز لأوصل بعض الأفكار التي أراد أن يوصلها إلى هذا المجمع الكريم وهذا المحفل الكريم. بداية نرفع آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الفخامة رئيس دولة الجمهورية الجزائرية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني على هذه الرعاية السامية لهذا المؤتمر الإفريقي الذي يدل وينم عن هذا الاهتمام البالغ بهذا المبدأ الحواري الحضاري الذي عليه تنشأ الأمم وتنشأ الأجيال. وفضيلة الشيخ العالم المربي سيدي عبد الله بن بية وقد هندس لهذا الحوار وهندس لهذا المؤتمر، وقد خاض معارف بعض التخصصات التي تدل على أن الشيخ قد خصص مجاله لعلم من العلوم وعلم ومن المعارف الذي يجعل أن هذا الحيز الضيق وهذا الانتماء الذي ربما لا يسلط عليه الضوء في كثير من الملتقيات الفكرية والعلمية يجعلنا أننا نرتكز ارتكازا حقيقيا لنعرف بأن الحوار هو مبدأ حضاري أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضارة الإسلام الأولى في المدينة المنورة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين امتدحه أحمد شوقي قائلا: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ركيزة الحوار الأول هو الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفه ربه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد من خلال السنة النبوية المطهرة، لأن الحوار هو السحر الحلال الذي يفتن عقول الناس ويأسر أفئدتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يأتي به اللين
لا تأتي به الشدة. نتكلم ونحن وقد أتيناكم من قلعة الثوار ومنبر الأحرار الجزائر التي ظلت عصية طوال دهر من الزمن، وهي تسير في هذا المسار الحضاري الذي قد بناه وقد هندسه مهندس الحضارة وفيلسوفها مالك بن نبي من خلال موسوعته الحضارية، وهو يتكلم عن حوار الحضارات قد أسست لركيزة أساسية وسلوك حضاري هي المصالحة والصلح بين العديد والوساطة بين العديد من الخلافات التي ظلت عالقة ركحا من الزمن، لم تجد حلحلة إلا بتدخل الجزائر، بداية من الصراع الذي عاشته إريتريا مع إثيوبيا، كذلك مرورا بالرهائن التي كانت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، نهاية إلى المسعى الأخير الذي رعاه السيد الرئيس عبد المجيد تبون في المصالحة بين الإخوة الفرقاء الفصائل الفلسطينية، بين حركة حماس وبين حركة فتح. إذن لا يستطيع الإنسان أن يبني حضارة متكاملة من غير مرتكز حضاري حواري. هذا الحوار الذي يبنى ويأتي من الإسلام ويأتي من هذه الشريعة السمحاء الذي سمحت لهذه الديانات أن تعيش وسط مجتمع ضيق آنذاك لا وهو المجتمع المدينة المنورة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من المسيحيين ومع غيره من اليهود، وهو يؤسس لمجتمع متحضر له رؤية متكاملة، له كل واحد يتمتع بحقوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أسس لهذا من خلال هذه الرحمة التي كانت تتدفق بين حنايا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم اليوم بحاجة لهذه الأمة الإسلامية، بحاجة إلى هذا المعنى السامي أن يتجسد في رؤساء هؤلاء الدول، في علمائها، في قاداتها، في الذين يسنون الرأي داخل هذه الدول الإسلامية، لأن يكونوا رحماء بهذه الأمة. إذ لا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يتصور متصور أن يكون دين غير دين الإسلام أرحم بهاته البشرية. فهاته المعاناة التي تعانيها بعض الشعوب وتعانيها بعض الأمم، وهذا العنف الذي نجده هنا وهناك، هو صور من صور عدم استعمال الحوار وعدم تفعيل مادة الحوار في هذه الأمم. فكلما كانت الأمة الإسلامية مبادرة بتفعيل لغة الحوار وتمريرها داخل هذه الأمم، لمحت من خريطة العالم هذه الصراعات الضيقة وهذه الصراعات الإثنية وهذه الصراعات المادية الخانقة، إذ لا يمكن أن يعيش العالم إلا في كنف الحوار وفي كنف المصالحة وفي كنف السلم. سؤال لأنه ربما لا تسمعه الطبقة العليا ولا يسمعه السياسيون ربما في بعض الدول، يقول هؤلاء الشعوب المغلوبة على أمرها: إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. مؤسس هذه المدارس الطاهرية لا وهو شيخنا رحمة الله تعالى عليه وجدنا الأكبر الشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي الحسني السباعي، التي تنازعته العديد من الأوطان. كان يوصي طلبته 42 فرعا من هذه الفروع المدارس الطاهرية تقوم على معنى قال: ولن وتواضع فالمعارف كلها كما قيل مثل السيل يسرع للوهد. حينما تمتد الأيادي بالسلام، حينما تمتد القلوب بالرحمة، حينما تتماسك القلوب ونعيش في كنف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى ومغزى، نكاد نجزم
بأننا سنعيش في دعة وسلام، نعيش في حرية تعيشها القلوب أولا، ثم نحياها حياة تطبيقية من خلال الاتجاهات السياسية والاقتصادية التي نظرها المنظرون. وهذا الكلام يطول في هذا المجال، سأحيلكم إلى المحاضرة مكتوبة ستجدون ما يروي غليلكم من خلال هذه الأفكار التي خطها شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وأبقاه الله ذخرا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.